السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، وبعتذر منكم عن التأخير. النهاردة وصفتنا هنعمل ايه؟ هنعمل القراقيش المنين بالعجوة او كعب الغزال. اول حاجة من نواعم العيد، ده اللي بدأت بيه. عملت نص كيلو كده على قدي، حاجة صغننة. فهقولك على المقادير وانت تضاعفي الكمية زي ما انت عايزة. اول حاجة، انا نص كيلو من الدقيق نخلته عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق. اهم حاجة قبل ما تبدأي في الحاجة تنخليها. تمام. بعد كده ببدأ انخله بالشكل ده، وبعد كده بحط عليه المواد الجافة. طب ايه هي المواد الجافة؟ بتحطي سمسم، ده على حسب الرغبة، معلقة معلقتين، دي على حسب رغبتك والكمية اللي انتي ضايفاها. كمان رشة من الملح، معلقة من السكر حبيبات عادي، ومعلقة اللي هي معلقة، نص معلقة من البيكنج باودر اللي هي معلقة الشاي، ونص معلقة من الخميرة اللي هي برضو معلقة الشاي. تمام. خميرة وبيكنج باودر. انا هنا نكهت بايه؟ نكهت بفانيليا. ممكن تعملي بمحلب، بشمر، بينسون، اللي انت عايزاه. القراقيش دي على حسب رغبتك يعني، النكهه اللي تحبيها ضيفيها. تمام. انا نكهت هنا بفانيليا. دي كده المواد الجافه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هحط سمنه على زيت، كوبايه الا ربع. يبقى نص كيلو دقيق، 3 كوبايات من الدقيق. هحط عليهم كوباية الا ربع من المواد الدهنية، اذا كان زيت او سمنة او سمنة على زيت او زبدة، اللي انت بتستخدميه طبعا. انا هنا كنت حاطة سمنة على زيت، كوباية الا ربع. تمام. هبدأ بقى ان انا ابس فيهم بالشكل دوت، وافضل بقى ان انا احاول ان انا اخلي كل حبيبات الدقيق بتاعتي تتغلب بالسمنة، تبقى عاملة زي الرملة المبلولة كده زي ما بيقولوا. تمام. هفضل اعمل بالشكل ده زي ما انتوا شايفين لحد ما اتاكد ان الدقيق بتاعي كله اتغلب بالسمن. لو انت عندك عجان برضو ممكن تعملي الخطوه دي في العجان، مفيش مشكله. لكن انا ما عنديش عجان، فانا بعملها على ايدي برضو، ما تاخدش وقت. هو كان نص كيلو يعني سهل، ولو اكتر من كده برضو بعمله على ايده. تمام. تمام. بعد كده بعد ما بسته هبدا ان انا انزل بالسوائل. السوائل هتبقى عباره عن ايه؟ ممكن تستخدمي ميه، ممكن تستخدمي لبن، وممكن اللي هو اللبن ده اللي هو الحليب عشان دول عربية، وممكن كمان تستخدمي رايب. انا معظم الوقت بصراحة بستخدم الرايب، لان هو بيبقى صراحة مفعوله جميل جدا جدا في المعجنات، في المخبوزات، في الكيكات. يعني الرايب لا غنى عندي في البيت، يعني حاجة أساسية، لأن على طول بعمل المخبوزات دي في البيت. فالرايب بيديها نكهة كده وطعم جميل جدا. تمام. بس بدأت بقى ان انا احط كده بالبركة يعني، ما عيرتش والم العجينة. اول ما تلم معايا هبدأ ان انا خلاص كده هستكفى، ما احطش حاجه تاني، وتبقى طريه معايا، والطبق بتاعي ينضف بالشكل ده. هنا شلت ايدي اللي عجنت بيها، وكنت بتاكد بالايد التانية، لقيتها ان هي تمام، ولمت يعني لمت حلو، مش محتاجه ايه تاني. شايفين بقى العجينة عاملة ازاي معايا؟ انا عايزاها بقى بالشكل ده، ولا هسيبها تخمر ولا تريح ولا اي حاجة، هشتغل فيها على طول. بس قبل ما اشتغل فيها طبعا هجهز العجوة بتاعتي. انا هنا عندي قالب من العجوة، هبدأ ان انا احطه في طبق، وهضيف عليه معلقة من السمنة ومعلقة من السمسم. وطبعا ده اختياري، ممكن تبقى بشوف ناس بتعملها على النار يعني، بس انا العجوة بصراحة كانت طرية، فمش مستاهله ان انا اضيفها على النار، ما كانتش محتاجة ان انا اضيفها على النار. شلت الورقة اللي عليها كده، وشلت الكيسة البلاستيك دي، وحطيتها في الطبق اللي معايا دوت، ونزلت عليها بمعلقة من السمنة، ومعلقة كده من السمسم. وبدأت بايدي كده كأني بعجن بالظبط. بس يعني الاول ممكن تتخضي وتقلقي وتقولي لا ما ظبطتش معايا، والعجوه مش عارف ايه، والسمسم والكلام ده. بس بعد كده هتلاقيها لمت معاكي زي العجينه، وتقدري ان انتي تكوري منها، تعملي حبل منها، تفرديها زي ما انا هفردها دلوقتي. الحاجه اللي انتي هتستخدميها اعملي كده على طول في اي عجوه عندك، لاي حشوه انت عايزاها، اعملي الطريقه دي. بصراحه جميله جدا وما تقلقيش منها. بصوا الاول عملت معايا ازاي. بعد كده بدأت ان انا الم فيها كده، وتشرب بقى السمنه اللي انا حطاها، والسمسم بقى يبدأ بقى اللي هو يتوزع على العجوه بتاعتي، ويبقى كل العجوه بتاعتي فيها سمسم، اللي هو يتوزع على جميع العجوه بتاعتي. والسمنه هو بدأ ان هو يشربها، عشان تبقى مسهله معايا عمليه الفرد، ان انا افرد براحتي. تمام اهو.
بصوا عامله زي حته العجينه بالظبط، مفيش اسهل من كده. خلاص بقى كده انا العجينه بتاعتي جاهزه والعجوه جاهزه. هنا جبت صينيه وقلبتها ودهنتها من الزيت، وجبت حته بس صغيره من العجوه، وهبدا ان انا افردها. هنا بوريكم بقولكم ان انا حاطه زيت يعني من تحت علشان ان انا اقدر افرد. ممكن تجيبي اكياس تلاجة وتعملي الخطوات دي، بس انا بصراحه قلت انا هعمل على الصينيه، مفيش مشكله. تمام. يعني انا ما بخليش حاجه لحاجه، انا شغاله في كل حاجه يعني، ما بقفش على اي حاجه معينه. المهم بدأت ان انا افردها. انا عايزه تكون الطبقه رقيقه لان انا هحط على شكل مستطيل، فمش عايزه العجوه تكون تخينه، عايزاها تكون خفيفه. ففردت فيها على قد ما اقدر. بعد كده جبت السكينه وبدأت اساوي الاحرف زي ما انتم شايفين كده، من جميع الاتجاهات، من الاربع الاتجاهات يعني، واشيل الزيادات دي يعني، وابقى افردها مره تانية مفيش مشكله. فشلتها بالفعل. وبعد كده زي ما انتم شايفين بقى معايا شكل مستطيل. تمام. عندي بقى العجينه بتاعتي اللي انا عجنتها وسبتها ترتاح. هجيب انا بقى، كنت بوريكم السمك بتاع العجوه بس رفيع ازاي. اخدت جزء برضو وقلت هفردها بالنشابه بتاعتي. لقيتها بصراحه بسم الله ما شاء الله تبارك الله مرنه جدا معايا، ففردتها بايدي. برضو بعد ما فردتها على شكل مستطيل قسمتها بالسكينه كده ان انا يعني شلت الزيادات من 4 اتجاهات زيها زي العجوه. بعد كده حطيت المستطيل بتاع العجوه على العجينه اللي انا عاملاها، ولفتها رول زي ما انتم شايفين كده، وقفلتها من تحت كويس على قد ما اقدر. وبدأت اقطع بالسكينة او ممكن تقطعيه بالخيط، دي على حسب الرغبة بتاعتك. انا هنا قطعت بالسكينة وبرجع اظبطها كده زي السينابون، مش بيجرالها حاجة بصراحة، ما بتفرقش معايا قوي. وزي ما انتم شايفين مديان الشكل الحلزوني الجميل دوت. هي دي الكعب الغزال. عايزه بقى تعملي الحجم الكبير اللي انا عاملاه ده، تمام مفيش مشكله. عايزه تصغري عن كده، تمام. انا عملت بس اول جزء كان كبير كده وما حبيتهوش بصراحه، حبيت الرفيع. فده على حسب الرغبه. انا هنا عندي طبق حاطه فيه سمسم، وعندي طبق حاطه فيه لا اما معلقه عسل اسود لا اما معلقه سكر. انا ما عنديش عسل اسود، حطيت معلقه من السكر. وبدات ان انا احط القراقيش بتاعتي او المنين في قلب المية، وبعد كده بسقطها في قلب السمسم، وبحطها في الصينية بتاعتي بالشكل ده لحد ما ما اخلص الكمية كلها. تمام. هو نص كيلو بس بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عمل معايا كمية حلوة مش ولا بد منها يعني. بس هخلص بقى الكمية كلها بالشكل ده لحد بقى ما افضل يعني اعمل رول واقطع واعمل الشكل ده زي ما انتم شايفين. هنا بقى انا بوريكم الصينيه، فبوريكم بقى الاشكال بتاعتها. بصوا شكلها عامل ازاي بس بالشكل ده. حطيتها بقى على درجه حراره 200، درجه حراره 200 في الفرن الكهرباء، الشبكه في النص شغاله من فوق ومن تحت. تمام. ده شكلها بقى زي ما انتم شايفين، بجد بجد يعني كان طعمها روعه يعني. ده شكلها، ما بالك بقى طعمها حاجه ولا الخيال. هنا بقى كنت عايزه اوريكم الاحجام. بصوا بقى ما بين دي وما بين دي، انا حبيت الرفيعه الصغننه دي او المتوسطه، لكن الكبيره ما حبيتهاش قوي. فعلى حسب الرغبه الحجم بتاعك دوت تقسميه زي ما انت عايزه. هنا بقى انا هوريكم بصوا بقى جمالها من جوه عامله ازاي، حاجه تحفه. جربوها هتعجبكم جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.